بستأذنكم الانتظار، بستأذنكم كل واحد يقعد في مكانه. اعدل الميكروفون. اتفضل يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فلقد سمى الله الموت في القرآن بالحق، فقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. والحق أنك تموت والله حي لا يموت، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، والحق أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب وتفر. تحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ، وتحيد إلى الطبيب إذا أحسست بالمرض. ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، يا أيها الغني ويا أيها الفقير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. أقول للوالد الكريم الحج عبد الشبراوي ولأبنائه الذين أحبهم ولأخي محمود سلامة، أقول لهم: جئت الليلة لأقول لكم لقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو، وجندا لا يهزم، وحصنا لا يهدم. فاصبروا واعلموا علم اليقين أن الله جل وعلا قد وعد الصابرين وجمع لهم من البشريات ما لم يجمعه لغيرهم. فقال سبحانه: إن الله مع الصابرين، وهي معية النصر والحفظ والمدد والعون والتأييد. وقال سبحانه: والله يحب الصابرين. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ونبينا صلى الله عليه وسلم حين سئل: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط.
وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فاعلم بأن المؤمن مبتلى وأن الموت حق. ولو خلد أحد في هذه الدنيا لخلد رسول الله. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فاستعد أخي الحبيب للقاء الله جل وعلا، واعلم علم اليقين بأنه سبحانه سيفرح بتوبتك إن تبت إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. فهيا الآن جدد التوبة واغسل ثيابك بدموع الأوبة وعد إلى ربك جل وعلا وأنت في غاية الحب له والرضا عنه، وهو كذلك ينتظر منك التوبة والأوبة مهما بلغت ذنوبك ومعاصيك. ارفعوا معي أكف الضراعة، لأنني لا أريد أن أحرمكم من سماع هذين العلمين القرآنيين الكبيرين. أسأل الله أن يفتح عليهما وأن يزيدهما من بركاته وفضله ورحماته. فارفعوا أكف الضراعة في هذه الساعة، وأرجو الله أن تكون ساعة إجابة. ندعو لأختنا الفاضلة، اللهم عافها واعف عنها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم أكرم نزلها، اللهم وسع مدخلها، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم زد في إحسانها وتجاوز عن سيئاتها، واجعل هذه الليلة أسعد ليلة مرت عليها منذ أن ولدتها أمها، وأنزل على قلب أهلها ومحبيها برد السكينة والرضا. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد إذنكم يا جماعة، بعد إذنكم اخلوا لي الطريق لو سمحتوا. اتفضل يا مولانا.